كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم علما وعملا يا رب العالمين. فبداية الشرح شرح وجه العدو للشلاء بيت شرح العدو للشلاء تان أوراك دحر بيت. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. يعني الحمد لله خاصة بو الله العلي الأرفق لقصير حول الأرفق قنهية ميولا وجامع الأشياء والمفرق تقومش تحنوش اختوش قاستوش ووشن. بدأ الناظم هذه المنظومة بالثناء على الله تعالى وحمده. ناظم ورش منظومة ولينا الله خاصة برتاح ثم خاصة برتاح إذا حست ورتاح ثم ثنى بالصلاة على النبي وآله وأصحابه صوت أحشالق بيت عليوتوا خاصة منتاحة يوتن صلوات ورناءة دوزلناءة صحابشناء. وفي هذا البيت مسائل طين ترويش البيت تجاه مسألة شدو. المسألة الأولى دحرنق في معنى الحمد. حمد بوكودو خاصة وهو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. إذ خست ميوتن كتوات وردو إذا قوتش دو صفتش ويزرت وزورت. وهذا أحسن التعاريف هر أبردليني يقر ديكني يوتي مسانوقة. وقد ذكر ابن القيم أن حمد الله يتضمن أصلين. ابن قيم سا الله خاستور خاستنبر شيهم شلوش على شبخ دو حرنيق الإخبار بمحامده وصفات كماله. إذ الله عز وجل تن خاست ما يدهمنش دي ترأة تاقا قوتشتو صفاتش حقدر دويز شولانيق المحبة له عليها الصفاتش تح إي الله تنويزر دويز. فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة له لم يكن حامدا. تعقية ديكنش ديتس والشولستج إويزر تحنق دوتش إشت إويزر تحنق دوتش قية ديك ديت موتج إذ خستم بشلورش واتحامد واتس. ومن أحبه من غير إخبار بمحاسنه لم يكن حامدا. ومن أحبه من غير إخبار بمحاسنه لم يكن حامدا. إشت مثلا شينتا قينك ويزج تن إي حخ وردوتش تن ديكنش حخ دردوتش دق ديزرت إذا خاستن بيتون لورشوات حتى يجمع الأمرين شيهم تنقح الشيء ووشاقيتت تن ديك دولهم نش حخ درأ تد أحتن خاستن برأ ويزرت سحن وزورت سحن. تاك مثلا أحتا انت دنيا المثل دالي جيه وانت تستاق وقع هي خوش مثلا تعبتشا تن ديكنيش هي خضاع إيويش وات من عبارك حواء متويزي ونيز طلع إيتن نقود ترجعو حيستلوش إيتن خاست مشبوع تايب تايبا تن ديكنيش هي خضاع دلحون إيدوكويش تخيلار مثلا تن خاستن بيش تخول حامد تخول تنخ تويستا وزديوش خوالو تندل إيويزر تحن أصلو تندل الله عز وجل أدمش دات فيدويش تيجا الله عز وجل إي تنو خاستن بيتشينا تن ديكنش حخا ديش يلا ويزا ويش خل ديش توي. والفرق بين المدح والحمد
مدح حمد يقع باش خلويتيا أن المدح هو يعني مثلا مدح حمد وما تداك شارك خاصة مغلز راح عشان يقع باش خلو أن المدح هو وصف الممدوح بصفات الكمال إذا أحست وشوتشن كوت دلر دو إز قوش دو صفاتشتا دوزين دولتن خذ صفاتشتا لكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك مقرونا بالمحبة والتعظيم أم دلح إذا تسنية بخديمة دات سنتيجة تغير تسدوش دات تيجاحة يويزر وزور بوشتك تنسخواتل تسنية بذات إن إيش تخيل ديشتو إيش تخيل شيء تنا مدح أول وما لا تعستك حياتي يعني يويزر دوش تنا مدح أول حمد أول وأما الحمد فهو الوصف لمحمود وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما أم حمد بوشتك إذا خاستن بشتون كوتس دلرتون تون كوتس دو إذا قوتش دول صفاتشتا إي ويزرتا وزورتسان إدو حر مسألة ترى إثبيتت دوزن المسألة الثانية شولو دول مسألة قوله العلي الدودوش الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي يدركت العلي هو اسم من أسماء الله تعالى العلي إذا الله ترشه تيويس وعلو الله له صور ثلاث الله وزويش النست إذا علو الله تجاه قوك هم دو رؤشتك قهم دو قصرت علو القدر إذا الله شاء أي أن صفات الله علية أتي الله صفات شاء الشاء لقردو وقدره عظيم تو الله تاقى تنا قدر تنخ إنسان أخشي ما تاها ديكور تدويز تن معا تن نيت تن فيليتي تن سيل الاشتهدق وعظيم يوكيز سيل حيوز فلا يماثله صفة مخلوق تنختار ذات مخلوق الصفة إذا حالك دو شغل علو الذات شاء الله لقى خلر وهذا وقع فيه خلاف بين أهل السنة من جهة وبين الجهمية والمعتزلة من جهة أخرى قزح عالم نيخا رزنق لاسي خلا توس أهل السنة والجماعة نوقحي جهمية معتزلة تسان نوقح رزنق لاسي وعقيدة أهل السنة في ذلك أهل السنة والجماعة عقيدته أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه الله عرش تحقل دو تاقشين خلقه دعك السنورش تويس ويس دعينا اوش عرش تحويزة الله دال ما الله أو تستقبئنا يقرأ هذا بيزيسة قدع علو القهر قهر نيتس الله نيتس نيتس كوتش خلر نيتس موش إذ لكر خلر تويس أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات مسوء الله كوالنهم نشس نزك لحدو فلا يخرج أحد منهم عن سلطانه تسارخ الله بچحلخ وير واتس وقهره نزخ المسألة الثالثة قوله قول عضو المسألة إذا دوشتل الحمد لله العلي الأرفق أرفقي لكت الأرفق أي الرفيق بوضيس في جميع أفعاله الله كيد قنهية ميويز قنهية ميردوي شمسوا بالخشكة فأفعاله عز وجل كلها رفق الله بالخش الشادق ديك قنهية بوقيز والرفق بوشدق صفة ثابتة لله تعالى إذ الله ست صفة تويس كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال يلشن عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق الله عز وجل قنهية ميوئز قنهية مكيد مرزل يشويز ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف
تاق الله دالك إيد مرزا اللي انت الله تويس تاقك إذا اللي انت أحتروشتك تويس تاق إيد مرز حقيقي حاولك تشق دولة أم شوق اللي تسنه غولك تسهل وما لا يعطي على ما سواه تاق إشتا إذا اللي وجك هي شو انت أحتروشتك الله إن هي تمتديجي الله إسباغ. المسألة الرابعة دي أولغدولهما دي أولغدول مسألة جامع الأشياء والمفرق للقصة أي أن الله جمع أشياء في شيء وفرق أشياء في شيء. الله عز وجل تعدلهم نشتحنهما نقع ووشتوخا تعدلهما نقع يشق أستينا فهو جمع الناس على صفة خلق واحدة. الله دال أدمش تحق والإنسان صفة تاع شيكوغ كوارت شايك تعن مهتعرش وفرق بينهم في الأشكال والصور والصفات أم باش خلينا أدمش نوقعها تيركيه باش ستوتاق كوتش صفات شكاحة مثلا تعويق عرج ووجق أي ولق واللخ وخز وإيرتو. وكذلك فالله هو الجامع والمفرق من جهة أنه لا يحدث اجتماع وافتراق إلا بعلم الله ومشيئته. الله عز وجل إيو هم سحقوا ده شويك أستوى شويك تعن آور تاق تعاء هما قولوش مداتك أستش مداتك سن علما تسن لأم تبي. ومناسبة هذه الجملة للقواعد هر جملة جامع الأشياء والمفرق التويالير إذ هنسوك برايورستان كسات درتون إذ خدستون إذ عندار ميتعدو أن القاعدة الفقهية الواحدة تلم مسائل كثيرة. لقد عن فقهوسكي براويلة تو مسيت مسألة دقو مسألة شلوتسو تندير دالينا تويس. فهذا من براعة الاستهلال براعة الاستهلال خدو تويس بلاغة براعة الاستهلال أول فإذ وقودو مثلا جاين عدو الوشك أمي عدو الوشتك تعدوش دالدو تعدوش أولتو إذا إسدش ثاني إحدوش تيجاتون قلاوني يولا تسيل إز بيلغا لوك سنت إشاريش سنت وكزانيش ما در حق سأولش سنة براعة الاستهلال كده عباختو ناظمون الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة خاصة بو الله نعلا ذي النعم الواسعة الغزيرة ذي أجي ذو يعني صاحب النعم نعمة شورت نعمة دول شوال غزيرة واسعة عمي عنده دول شوال الله والحكم الباهرة الكثيرة أستن بلغل إجن حكمتش دقوق إجن حكمتش دولج الله خاصة بوك ألش ستير عدوش ذي النعم قوله ذي النعم بوشتك أي صاحب النعم بوشتك وهذا ثناء على الله إذا الله خاص وردوس. ونعم الله قسمان الله نعمة ششين ديق دوشتو نعم شرعية دينية إيش نعمة دو دين شريعة دوزنول فهذه خاصة بالمؤمنين إذ أستن بسو بستكسدو إي شريعة دين سترشتو دين نعمة إذا ما سوى بسو بدين عنيستر وين علم دلر ديله قيرر إذا نعمة شأشة أستن بسو منها هاتستو وهم يتفاوتون فيها إيش تيبان بو اس نعمش كحرازن هلوش با كنعمه على الأنبياء بالنبوة وهي أعظم من غيرها. مثلا نعمة دلر يتر بيغمرشن تارجع بيغمر دلرت إذا أجر دقة تو اس نعمة شمساريل وهكذا اشتقدع إدوحر نعمة دو نعم شرعية دينية إشتا نعم كونية قدرية دو بس إذا دنيا هم أنزدوزن دولشتول فهذه لكل الناس من الحياة والطعام والشراب وغير ذلك إن نعمة شمسوا أدمن دو
تاق مسو أدمان دويزة داخر دائر ملر إشتقين عدو نعمتش، وهي للمسلم والكافر والحيوان والطير وغيره، إذ بوسو بستاقى الناء كرست الناء حيب الناء والخزر الناء إشتقين عمسار الناء دو نعمتش. قوله تندوشة الواسعة الغزيرة الوفيرة الكثيرة بومي عنده دقو التي وسعت كل شيء مسوش من كاتش دون نعمتش. قال تعالى الله مالر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الشو الله نعمة شان تشوتي دقر دا شو ديول دالشي شو قدلور داتيز باخ داش تعدم يدو قينس هارقام يلا خيش وول يارقام يلا ديش وول سو سين الله دلدو نعمة شان سو ش دقر دا والشي سيوش دقر دلور داج تحن دين شوح الله سين دلدو نعمة تعن صح شوح داج يدو قوي يدلدو نعمة دقر دول سو دقر دلور داتش سون دار فكرش تدين صدقر دعوة وشيء نعمة تعن صح تحسن داخل يحسن الله دلدو نعمة أس دعيا زين شار الله إنزري دق لسان كرش تسون دقح دوجتو نعمة سون دير الله خاستن بق مسوج ومن الحكم جمع حكمة بوشتنا جمع دوز حكمة الحكمة حكم أول وهي وضع الأمور في مواضعها إذا همشي مهتي دلر دوز. والله سبحانه لا يفعل شيئا إلا لحكمة. الله تعاهم ديشوات حكمة نايباي لا يفعل شيء نكرة تقزح النكرة في سياق النفي يفيد العموم نكرة نجاس أترس يعني وجه يعني أبرز أساس يعني تشيبون يمشلوش تسنديله مؤلف والسحن هما نجح جيم دقة ميلدشتون هما الله عز وجل سيا حكمته تعاهم سوديش مدات عن حكمة نيبي علمها من علمها وجهلها من جهلها خوتشون خي نايز تخوتشون تخي نايز تعدل الأدم تأكل تعديك تأكل والخلق قد لا يدركون مثل هذه الحكم تعتخينا خلق الله قولم اشتأتكل تدل حكمتشن تعتخينا تأتكلش اللحظة ويتأتكل الحكمة تاتبوغ داتس. ولذلك فإبليس أصل الشر سندل إبليس إز وجه من بوخ ومع هذا ما خلقه الله عبثا هتي الله عز وجل عن إذن قولن داتكس بل لحكم عظيمة ملهو عن دقي حكمة شن ذكرها ابن القيم في شفاء العليل. شفاء العليل الدوتش جينا ابن قيم سحقينا إذ يقول ربحان دري إذ سن حكمة لتعلم أن الله أحكم الحاكمين خأر دعون هون خأ الله عز وجل يبقى حكمة تقويل وأفعالها كلها حكمة الله مسو بالخش تنديس شادق حكمتون مدرستون. قوله الباهرة بوشتك التي تبهر العقول من حسنها باهرة بوكودو أي إذ حيك التيستوقش ديك دو إذا سشين خزل لح حيك التيستوقش سيلوقش ديك دو إذا تن خزل بحندوش. وحكمة الله تتجلى في أمور الله حكمة دقو بلخشك حاجوش دولهون منها تاره دو مثلا في تقديره الله مثلا تساهم قدرت تساهم بريد الدرس فلا يقدر شيئا إلا لحكمة وإن خفيت تعاهم الله دالة ديش مدات عن حكمة نيبي حكمة تعوجني قيل أخضلاء في شرعه إسن شريعة يحق دوليس حكمة فلا يشرع على عباده أمرا بلا حكمة إلا وفيه مصلحة لهم تعاهم الله أذكونت مثل شرع مثل شين ليشنا سنجحت حكمة كل شيء بي تعا حكمة توجهم الله ديشتات أذكونت ديشتات إس الله أذكونت دو شرع دين دو تمانجحا سناخا مصلحة توق ديك دوق تنجح ولا ينهاهم عن شيء إلا لحكمة الله تعاهم نهي ديش دوحكش مدات
لك زبرتي تشمدات اتفوما قاسا حكمة الشيبي وفيه رد شر عنهم اشتألا زبرتي نوتوما قاعديه كندو توما قاع دحوات سا اش وونخ يوت وخر اش وونخ لربردون تاقا تفتحتان قاتم بينوي والحمد لله رب العالمين.